الجير اللي انت بتفرشه او بترشه تحت الفراخ عندك ممكن يفيدهم جدا 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 ويساعدك او يكون سبب من الاسباب الرئيسيه في نجاح الدوره، وممكن برضه يشقلب كيان الدوره ويضرك ضرر جامد. فانا جاي لك في الفيديو ده هقول لك يعني ايه جير اصلا، وفي كم نوع جير، واستخدامات كل نوع منهم، ومميزات كل نوع منهم، وعيوب كل نوع منهم. ولكن قبل اي حاجه عايزك تذكر الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش اللايك والشير والتعليق. وزي ما قلت لكم، لو عايز المحتوى بتاعنا يظهر لك باستمرار او انت مهتم بمجال تربيه الدواجن، لازم ولابد انك تعمل متابعه عشان فيديوهاتنا تظهر لك. طيب هنخش بقى في موضوعنا عشان ما اطولش عليك. مبدئيا الجير موجود نوعين في السوق، وكلنا طبعا بنسمع عن حاجه اسمها جير حي وجير مطفي. طيب يعني ايه جير حي؟ يعني ايه جير حي؟ الجير طبعا اللي احنا عارفينه، ولكن بيكون خام لسه زي ما هو طالع من الفرن، وبيكون حامي جدا زي النار، واسمه العلمي اكسيد كالسيوم. وبيكون قوي جدا في قتل اي ميكروبات او اي فيروسات، وكويس جدا في الحاجات اللي زي دي. طيب هنيجي على الجير التاني اللي اسمه الجير المطفي، وده هو الجير الحي، ولكن بينطفى بميه، وبدل ما كان اسمه اكسيد كالسيوم اسمه بيتحول لهيدروكسيد كالسيوم. طيب هنتكلم بقى عن استخدامات الجير الحي ومميزاته وعيوبه، وبعد كده نتكلم عن استخدامات الجير المطفي ومميزاته وعيوبه. مبدئيا الجير الحي. طيب كده عرفنا الجير الحي، هنتكلم عن استخداماته. بنستخدمه في التعقيم بتاع المزرعة ما بين الدورة والدورة. يعني بعد ما بتطهر بقى العنبر بتاعك من بتطلع السبلة وبتكنس وبتطهر وبتعقم وبتخلص كل ده، وتقوم جاي رشش رشة جير حي في المكان كله، وعلى الحيطان وعلى الأرضية، وبقدر الإمكان بتحاول تخلي المزرعة كلها جير حي، وإن الجير ده يطلع ويخش يعني في اغلب الحتت اللي موجوده، او في الشقوق اللي في الحيطه، او في الارضيه، او في كل مكان في العنبر، بحيث بقدر الامكان تقتل اي بكتيريا او اي ميكروبات او بويضات كوكسيديا او ايا كان الامراض اللي موجوده تقتلها. طيب هنيجي بقى على مميزاته. احنا كده قلنا استخدامه. مميزاته برضو زي ما قلنا، بيقتل اي ميكروبات، بيقتل اي فيروسات، بيقتل اي حاجة، مطهر قوي جدا 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 ما بين الدورة والدورة، ولازم ولابد انك تستخدمه. طيب مشكلته بقى او عيوبه؟ مشكلته او عيوبه انه بيكون حامي جدا. يعني انت نفسك كبني ادم ما بتستحملش انك تقف في مكان مرشوش فيه جير. يعني بتحس ان مناخيرك مش قادر انك تستحمل، عينك وجعاك، بتحس ان انت عايز تعطس، فما بترتاحش. طيب ما بالك بقى لو انت جيت اتهورت او غلطت ورشيت منه اثناء وجود الفراخ؟ يبقى انت كده تضر الفراخ ضرر كبير جدا. يعني الفراخ اصلا الجهاز التنفسي بتاع الفرخه عايز عنايه مركزه طول الدوره، فما بالك انت لما تيجي ترش شويه جير حي؟ شوف هيعملوا معاك ايه. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن الجير الحي واستخداماته ومميزاته وعيوبه. هنيجي بقى على الجير المطفي واللي اتكلمنا عليه، وقلنا الجير المطفي ده بيكون عباره عن الجير الحي ولكن بينطفى بميه. طيب بنستخدمه في ايه؟ بنستخدمه طبعا بنرش منه تحت الفراخ وهي موجوده، وبنرش منه عشان يعني او استخداماته مثلا بترش في المزرعه تحت الفراخ، لما لو في حته مثلا مرطبه عند تحت من الفراخ، او تحت سقايه، او حته واقع فيها شويه ميه مثلا، وانت شلت النشاره والحته لسه مرطبه، فبتبدا تحط شويه جير وتفردهم بالراحه كده بايدك. طيب دي استخداماته. مميزاته. طيب كلنا عارفين ان الجير من اكتر المواد الفعالة على امتصاص الرطوبة او العرق او اي بلل في اي مكان في الفرشة. معروف ان الجير المطفي بيمصها في ثواني وبيحافظ على جفافها. وكمان عايز اقول لك برضو ان الجير المطفي بيقتل البويضات او بيقلل البويضات بتاعت او دورة البيض بتاعت الكوكسيديا اللي بتكون في الفرشة، بتبدا تعمل دورات باستمرار. الجير المطفي ده بيبدا يقللها ويمكن بيمنعها خالص لو الفرشه عندك ناشفه وجافه تماما وباستمرار. طيب هنيجي بقى ونتكلم على عيوبه. لا وبرضه قبل ما نقول عيوبه، في ميزه كمان. لما بتحط الجير المطفي ده بينزل على الحمام القديم بتاع الفراخ، بيكتم ريحه الامونيا خالص، ومش بتروح على الجهاز التنفسي بتاع الفراخ وتضره. يعني برضه دي من المميزات بتاعته. طيب هنروح بقى على عيوبه او مشاكله ايه. مشاكله انه ممكن تلاقي مربي على قده كده او مربي مغيب ماشي شايل الشكاره بتاعت الجير على ظهره، ومش عمال يفرد منها ويدردر في الارض ويعفر حوالين منه. طبعا كلنا عارفين ان العفر ده هتروح على الجهاز التنفسي بتاع الفرخه هتبهدله.
يبقى انت على قد ما تقدر تحاول بقدر الامكان، ما يعني وانت بترش الجير المطفي كده تحت الفراخ في الحته المرطبه، تنزل وتبقى موطي وبارك على رجلك خالص كده، وبايدك بالراحه كده تفرد بالراحه، يعني ايدك تبقى لازقه في الفرشه على طول، بحيث انك ما تعفرش ولا تعمل اي عفر. فلازم طالما بتربي فراخ بيضه تبقى عارف الفرق ما بين الجير الحي والجير المطفي، بحيث ما تغلطش، لان الاثنين كل واحد له استخدام معين وكل واحد له مميزات وعيوب. ولو عندك اي استفسار بخصوص مجال تربيه الفراخ البيضاء سيبوا لنا في تعليق، ولو وصلت لحد نهايه الفيديو هنا ما تنساش اللايك والتعليق والشير والمتابعه عشان فيديوهاتنا توصلك تاني. واهم حاجه ما تنساش تذكر الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اخوكم ابو نوح، ولو عندك استفسار سيبهولي في تعليق. سلام.